كعادة الزمالك في الماتشات الأخيرة إن إحنا بنلعب الشوط الأولاني وبنطلع كسبانين بأداء كويس، وننزل الشوط التاني بفرقة تانية تحس إن فرقة تانية هي اللي نزلت الشوط، ونبتدي نضغط ويدخل فينا جوان ونفضل قاعدين ماسكين بالسباحة ونقول يا رب. ولكن ربنا بيستر وبتكسب وبتصعد دور الثمانية في بطولة كأس مصر اللي يمكن آخر بطولة السنة دي أنت ممكن يكون عندك أمل فيها. قبل ما نتكلم في تفاصيل الماتش عندي اقتراح بسيط. احنا بنلعب باربعه تحت الفرود، وبقالنا فتره بنلعب نضاي سواء بيلعب على الطرف او على القلب، ويمكن ما اقنعش اغلب الزملكاويه. احمد بالحاج لما نزل النهارده يعني ممكن تقول عليه كان كويس، وانت جايبه اعاره وبنسبه كبيره انت ممكن ما تجددلوش، في حين ان هو ما خدش فرصه كامله زي نضاي مثلا. طيب انت بتلعب باربعه تحت الفرود ليه ما تجربش تلعب بالاربعه؟ يبقى زيزو يمين وشلبي شمال، والاثنين اللي في القلب يطلع واحد منهم سيف جعفر وواحد منهم يكون احمد بالحاج. ممكن نجرب دي، وارد يطلع كويس وارد يطلع وحش، الله اعلم، بس على الاقل قبل ما تمشيه يبقى الراجل خد فرصه. الزمالك بيبدا الماتش بخطه 3 2 4 1، الخطه اللي الراجل قال ان هو هيكمل بيها مع نادي الزمالك، وواضح ان هو خلاص اعتمد الخطه دي وهيكمل بيها. كنا شفنا الماتشات اللي فاتت ان نضاي دايما الراجل بيبدا بيه في حته القلب في الاربعه اللي تحت المهاجم، لكن الماتش ده الدنيا اختلفت، هو جاب او بدا بنضاي على الخط وخلى في القلب زيزو وشيكابالا. وانا شايف ان دي هتبقى احسن كتير، لان نضاي امكانياته في الحته دي اللي هي الاثنين اللي في القلب العشرتين اللي الراجل بيلعب بيهم في الاربعه، اعتقد ان نضاي امكانياته لا تؤهله ان هو يلعب في الحته دي، علشان كده الراجل فضل ان هو يبدا بيه على الخط. كنت قلت برضو الماتش اللي فات ان انا كنت شايف ان فتوح والكره بتبقى مش معانا بيرجع بيبقى مع ضمن الاربعه اللي ورا، وكنت شاكك او مش متاكد هل هي تعليمات من الراجل ولا فتوح كان بيعمل كده من دماغه، لكن واضح ان هي كانت تعليمات الراجل، لان برضو في الماتش ده والكره مش معاك فتوح كان بيرجع رابع ورا، وبتتقلب الخطه من 3 2 4 1 ل 4 3 3، لان الاثنين اللي تحت الفرود بينزلوا يساعدوا دونجا، اكنك بتلعب بدونجا 6 والعشرتين اللي والكره معاك بيتقلبوا تمانيتين والكره مش معاك. اللي ساعد ان نادي الزمالك يظهر بشكل كويس الشوط الاولاني هي طريقه فاركو او طريقه كابتن طارق العشري، اللي هو دايما بيفضل ان هو يلعب بطريقه الزون ديفنس، بيحاول يقابل يا اما من نص الملعب يا اما من ثلث الملعب، وبيسيب لك الاستحواذ على امل ان هو ما يدخلش فيه جوان ويلعب على الكونتر اتاك ويحاول يخطف جول. دي الطريقه اللي كابتن طارق العشري على طول بيلعب بيها، ودي الطريقه اللي بتساعد نادي الزمالك او اللي ساعدت نادي الزمالك في خلال الشوط الاولاني ان هو يبقى ماسك كوره، ان هو يبقى مستحوذ بشكل كبير. والحقيقه لعيبه نادي الزمالك كمان الشوط الاولاني ما كانتش بتفتي كتير في الكوره، بتلعب السهل، كان في تحركات، وده اسفر عن في الدقيقه 15 الضغط اللي انت عملته، خدت ضربه جزاء، الراجل بيشنكل زيزو، بيخش زيزو بيحط الجون الاولاني، هدف مستحق، بتتوج مجهود الربع ساعه الاولانيه. بعد الجون الراجل بيعمل تغييره في الملعب، او انا مش عارف الراجل هو اللي عملها ولا اللعيبه مع بعض هي اللي عملتها، بيطلع شيك على الطرف مكان نضاي وبيخش نضاي في القلب. وانا واحد من الناس مش مقتنع ان نضاي يلعب في حته القلب، ليه؟ ان انا شايف ان امكانياته، وهفضل اعيدها وازيدها وكل مره هيلعب فيها في القلب هفضل اقول ان نضاي امكانياته ما تؤهلوش ان هو يلعب في الحته دي. نضاي يا اما يلعب على الخط اللي الراجل بيستغل سرعته، لياقته البدنيه العاليه، القوه اللي عنده، او ممكن تلعب بيه كسترايكر. لكن الراجل معرفش ليه عمل التغييره دي وطلع شيكا على الخط وجاب ابراهيم نضاي في النص. لكن الفرقه لما بتبقى كسبانه والدنيا فايقه اي حاجه بتحصل من المدرب او من اللعيبه في الماتش بتعدي. في الدقيقه بقى 24 حصلت كرة غريبة جدا انا مش فاهمها لغايه دلوقتي. الكرة بتيجي لسيف الدين الجزيري في نص ملعب فاركو، بدل ما يلعبها وان تاتش لشلبي اللي هيروح هو والجود، لكن سيف الدين الجزيري كان ليه رأي تاني وبيلعب بالكرة لورا. وللاسف سيف الدين الجزيري النهارده كان بعيد تماما عن مستواه. وسيف الدين الجزيري في خلال مسيرته مع نادي الزمالك لو هتيجي تقيمها ما تقدرش تقول عليه كويس ولا تقدر تقول عليه وحش. ليه؟ لان هو حبه فوق وحبه تحت، حبه يوريك ان هو مهاجم سوبر ومهاجم كويس جدا ويستحق انه يلعب في نادي الزمالك وكمان يلعب في منتخب تونس، ماتش تاني تقول مستحيل الراجل ده يكون محترف ويلعب في نادي الزمالك. وارد يكون مش موفق وارد يكون موفق، لكن انا بسالكم انتوا بقى السؤال ده: هل انت مع ان سيف الدين الجزيري يكمل في نادي الزمالك ويستحق انه يكون ليه مكان
في ظل ان هو راجل اجنبي ويستحق المكان ان هو ياخد مكان اجنبي في نادي الزمالك ولا لا. ومن بعد الجون لغايه اخر الماتش اللعب كان روتيني، الزمالك ماسك كوره، الزمالك ضاغط، الزمالك بيلعب في نص ملعب فاركو اكتر. الزمالك كان شكله مش هقول لك احسن حاجه بس شكله كان كويس لغايه لما خلاص الدقيقه 50 اللي الراجل حسب 5 دقايق وقت بدل ضايع، ولسه بكتب ان الزمالك كان ممكن يطلع كسبان باكتر من هدف الشوط الاولاني لو كان استغل احسن اللمسه الاخيره والقبل الاخيره. الاقي هوب من كونتر اتاك مصطفى شلبي اللي اتطور بشكل كبير جدا الفترات الاخيره على الناحيه الدفاعيه، ودي كانت نقطه ضعف عنده كبيره جدا. الناحيه الدفاعيه كانت عنده سيئه، لكن مصطفى شلبي الفتره الاخيره بيعيش واحده من احسن فتراته. مش هقول لك هجوميا الماتش ده كان احسن حاجه، لكن خلي بالك برضو ان بيلعب عليه باك رايت، الراجل بتاع فاركو الافريقي قوي، وباك رايت من احسن الباكات رايت اللي موجودين في الدوري. لكن كان كويس وخلى او حد من خطوره الباك رايت بتاعهم، لانه خلي بالك الباك رايت بتاعهم دفاعيا كويس جدا مميز، وهجوميا برضو كويس جدا. مصطفى شلبي النهارده في الماتش او الفتره الاخيره بشكل عام بيتطور، وطور كمان الجزء الدفاعي بتاعه. المهم ان مصطفى شلبي من كونتر اتاك بيحط واحد من اجمل اهداف الدوري، وواحد من اجمل اهداف مصطفى شلبي السنه دي، علشان يخلص الشوط الاولاني 2-0 لنادي الزمالك، وتحس ان انت هتخش بقى الشوط الثاني هتحصل طفره. فاركو الطبيعي ان فاركو الشوط الثاني هيبتدي يضغطك، فهيبقى في مساحات في خط ظهرهم، فهتعرف تستغل ده كويس جدا، وارد ان انت تزود 3 و4 و5. لكن اللي حصل عكس كده تماما، كعاده نادي الزمالك في الماتشات الاخيره، ان هو الشوط الثاني بينزل فرقه تانية غير اللي كانت بتلعب الشوط الاولاني. والاكيد ان الراجل بين الشوطين اتكلم مع اللعيبه في النقطه دي، اتكلم معاهم اكيد ان فاركو هيضغط، ان فاركو هيبتدي ما عندوش خلاص حاجه يبكي عليها، فعايز يقلل الفارق، وممكن يبقى باصص ان هو ممكن يتعادل، خصوصا انه ماتشات كاس ما عندوش حاجه فارقه معاه خلاص، الراجل خسران 2 وخرج بره كاس مصر، فهيبتدي بقى يضغطك. وفعلا في اول دقيقه في الشوط الثاني بيدخل فيه جون غريب وعجيب الشكل بصوره انا مش فاهمها لغايه دلوقتي. عندك مشكله كبيره جدا في حته الديفنس، ان اي فرقه بتلعبها، مش هكلمك على فاركو، اي فرقه بتلعبها تحس ان اللعيبه بتعدي من الديفنس عندنا بمنتهى السهوله بمنتهى السلاسه، ما حدش بيقول انتوا رايحين فين وجايين منين. الراجل جوه ال 18 بيعدي ويعملها بالعرض، الواحد جوه السته بيحطها. انا مش فاهمها. انت المفروض نادي الزمالك لعيبه كبيره، مش يعني صعب جدا ديفنس نادي الزمالك او ديفنس فرقه كبيره يدخل فيه جون زي ده. بعد الجون اللي دخل فيك راح عليك كورتين الاتنين اخطر من بعض، واحده بتتعمل بالعرض بتعدي من الديفنس كله، ربنا ستر ونداي طلعها. بعديها ب5 دقايق ولا حاجه محمد صبحي بيغلط، الراجل عشان عايز بيتسرع فيها وعايز يحطها من فوق محمد صبحي، لكن ربنا ستر. انا كل ده بكلمك في 10 دقايق ولا ربع ساعه الشوط الثاني انت دخل فيك جون وراح عليك كورتين، لولا ستر ربنا كان زمانهم كسبانين 3-2. فدي النقطه اللي انا كنت اتكلمت فيها في الحلقه بتاعه طريقه الراجل اللي هي 3-2-4-1. قلت مش هيبان ان الخطه دي تنفع معاك ولا لا غير لما فرقه تضغطك. وقلت وخصيت بالذكر فرقه الاهلي مثلا وبيراميدز، اللي هم اكبر فرقتين هتلعبهم او افوق فرقتين هتلعبهم في الدوري السنه دي، وممكن تحط معاهم فيوتشر. فالفكره ان انت في الماتشات اللي فاتت انت ما بتلعبش فرق قويه، في حين بقى ان الفرق دي لما بتضغطك انت ما بتعرفش تتصرف. في الدقيقه 61 الراجل بيقرر ان هو يتدخل ويعمل تغييرتين ويطلع شيكا ويطلع سيف الدين الجزيري اللي بعيد جدا عن مستواه الماتش ده وما عملش اي حاجه تذكر، وبينزل نيمار وبينزل رؤى علشان يقلب الطريقه ل 4-2-3-1 ويرجع فتوح رابع ورا، ويلعب فتوح ناحيه الشمال، ويلعب في القلب المسلوسي ومحمد عبد الغني، ويجي ناحيه اليمين مصطفى الزناري، ويلعب في القلب رؤى ودونجا، والثلاثه اللي قدام نيمار على الشمال وزيزو في القلب ونضاي ناحيه اليمين، وقدام مصطفى شلبي. وبعد التغييرتين اللي عملناهم دول يبقى الحال كما هو عليه، انت مضغوط، فاركو ماسك عليك كوره وانت مش عارف تعمل حتى 10 باصات على بعض. ودي مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك الفتره الاخيره، ان هو الشوط الاولاني حاجه والشوط الثاني حاجه. لغايه لما في الدقيقه 78 الراجل بينزل احمد بالحاج ويطلع ابراهيم انداي علشان الثلاثه اللي يبقوا تحت الفرود، يبقى احمد بالحاج تحت الفرود رقم 10 وناحيه اليمين زيزو. احمد بالحاج في الفتره او في الشويه اللي نزلهم ما كانش وحش، وما كانش مش هقول لك واو كان سوبر او حاجه، لا كان كويس. ويمكن ده اللي انا اتكلمت معاكم فيه في الانترو، ان انا
عايز احمد بالحاج قبل اعارته ما تخلص وقبل ما تقرر ان انت ترجعه لاسوان، ان هو الراجل ياخد فرصته. الراجل من ساعه ما جه في شهر واحد لغايه دلوقتي ما خدش فرصه حقيقيه، او على الاقل ما لعبش تقريبا 90 دقيقه ماتشين ثلاثه على بعض. في حين ان نداي بقى له فتره كبيره بيلعب وما اقنعنيش انا بشكل خاص، واكيد في كتير شايفين ان هو ما اقنعهمش. مش هقول لك احمد بالحاج هيبقى السوبر، او بس على الاقل امكانياته في الحته دي هتبقى احسن من امكانيات نضاي اللي هي في حته القلب. الاثنين اللي بيلعبوا في الاربعه اللي في القلب اللي تحت الفيرود. وفي الدقيقه 88 1 2 10 ل 10 ما بين فتوح واحمد بالحاج، اللي حطها حلو قوي فتوح، بس تقريبا خبطت في حد وجات لاحمد فتوح بيخلص 3-1 عشان اكلينيكيا الماتش يخلص ونبتدي نتنفس ونقعد بقى براحتنا، لان احنا الشوط التاني طبعا كله كنا قاعدين على اعصابنا. من ايجابيات ماتش النهارده بالنسبه لي هو دونجا النهارده بيستعيد جزء كبير جدا من مستواه. عمل واحد من احسن الماتشات ليه من ساعه ما جه نادي الزمالك، سواء في استخلاص، سواء في الباصات، سواء في اللعب القدام، سواء في قطع الكره. انا كنت شايف دونجا واحد من نجوم نادي الزمالك النهارده في الماتش، ونتمنى ان هي دي تكون بدايه انطلاقه لدونجا في الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك، لان هو لو استعاد مستواه وقدم اللي جمهور نادي الزمالك مستنيه منه، واللي كان نادي الزمالك بيحارب عشانه بقاله اكتر من سنه ان هو يجيبه، اعتقد هيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك، لان الجمهور بالاخص كان بيعتبره ان هو يبقى خليفه طارق حامد. اخيرا بطوله كاس مصر دي هي اخر حاجه باقيه لنادي الزمالك في السيزون ده. يا اما هتطلع بموسم صفري ما فيهوش اي بطوله، وده المتوقع يعني، واتمنى ان ربنا يخيب ظني، يا اما اللعيبه هتشد حيلها وهتحس بالمسؤوليه ان دي اخر بطوله وما ينفعش ان انت طالع من غير ما تاخد اي حاجه. وبطوله كاس مصر يعني مش بطوله نفس طويل، بالعكس انت ممكن تاخد كل ماتش بماتشه، اللي بيخسر بيطلع واللي بيكسب بيكمل، فسهل جدا ان انت توصل للفاينل، وسهل جدا ان انت تكسب، وعلى الاقل يبقى خارج الموسم ده شكلك كويس، خارج معاك بطوله بدل ما تخرج صفر بطولات. سلام.